عليكم البنات، حفطركم ان شاء الله تلقاكم هذا الفيديو بخير، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. جيتكم زيتون بالفطر بشامبينيون. لقيت هاد الشامبينيون قلت ندير به هاد الوصفه، وحبيت نتقاسم معكم هاد الوصفه لانها جات مميزه. الكو تاعو شغل مغاير، جاب بنين بزاف بزاف، سورتو كي درت له زنجبيل، قليته في الزنجبيل والثوم والفلفل الكحل. كيما على بالكم الفطر ما فيهش ما فيهش قول، يعني ما فيهش بنه ولا صامت، يجي صامت. دونك لازم نكهوه بالثوم والزنجبيل وفلفل الكحل، ومن بعد كي رميته مع الزيتون يعني عطى واحد اللذه بنينه. هاوليك زنجبيل هنايا، حبيت ندير زنجبيل فري، عندي سكنجبيل بصح قدرت نديرو فري خير، فري يعني صحي بزاف، وتاني يعطي بنه، يجي قاوي على سكنجبير اللي يكون مجفف. شربت شويه هنايا ومن بعد رحت قليت به الفطر. نقشروا هاد الشامبينيون بحذر لانه حساس بزاف، ولكن القشره تاعو تنحى فاسيلمون، نحاولوا ما نغسلوش على خاطر الفطر يشرب الماء. دونك نحولوا القشره هذيك اللي من الفوق، هذه هي طريقه تاع التنظيف ديالو، ما تشلوه ما والو. يعني هذيك القشره فيها الاتربه وفيها الغبر، نحولوا القشره برك وقشروه. هنا قطعته ورحت قليته. انا درت لي زيبيس، مرقه بيضاء، كركم، ملح، فلفل اسود، وكنت ديجا مرقت بالماء سخون وخليته يطيب في غردو. غطيت عليه ويطيب على نار هادئه طبعا، غطيته وخليته يطيب حتى طاب الدجاج. وقليت هاد لي شامبينيون وتبلتهم، ومن بعد زدتهم فوق هذاك الدجاج. الزيتون هذا كنت نقعته مع شرائح ليمون وشويه فرينه، مغرف فرينه، ومن بعد شللته مليح وغليته. ما نحبش انا نخليه خضر، نحبه طايب شويه. غليته بزوج شرائح ليمون، ومن بعد صفيته جيت ضفته فوق الطبق. هذا هو الطبق تاعي تاع نهار اليوم، نتمنى يكون عجبكم. شبحته بلي غوندال تاع البطاطا، كنت قليتها ودرت له ورشه تاع معدنوس من الفوق، جا روعه. في الاخر نقول لكم شكرا جزيلا على المشاهده، على الدعم. مرحبا بكامل الناس اللي جاو من جديد. نقول لكم يعطيكم الصحه، شكرا من القلب،
تهلاو في روحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سهرة طيبة.